بص انا مش هختلف معاك ان كريستيانو رونالدو الشخصيه الاكثر تاثيرا في كوكب الارض، بس مش كده. يعني اقنعني اللي بيحصل ده طبيعي. هو من اول امبارح اصلا كل حاجه بتحصل خلاص مالهاش علاقه بالمنطق. من اول ما قرر يعمل تشانل على اليوتيوب، بعد كده بقى لقينا ان كريستيانو رونالدو وصل لمليون سبسكرايب بعد 29 دقيقه بالظبط. ركز في الرقم، انت متخيل؟ يعني اقل من نص ساعه كريستيانو بقى عنده مليون متابع، وده طبعا اسرع واحد يوصل للرقم ده ومفيش حد مقرب منه اصلا. انا عايز بقول لك على حاجه، انا هصور الفيديو ده كام دقيقه كده. اصلا الفيديو اللي انا بعمله ده عقبال ما يتعمل له ابلود عندي، يعني عقبال ما يترفع على اليوتيوب ولا على اي منصه، بياخد اكتر من 29 دقيقه. انت متخيل كريستيانو كاريت القناه بتاعته على اليوتيوب ووصل لها مليون سبسكرايب في 29 دقيقه، اللي هو انا اصلا بتبقى الفيديو بتاعي لسه بيحمل، لسه الابلود يا 80% كده. كريستيانو بقى عنده مليون سبسكرايب يا جدعان، ارقام. طبعا كلنا توقعنا ان كريستيانو هيكتسح الفولورز والسبسكرايبات الكتير قوي، بس مش للدرجه دي. المهم بقى بعدها بكام ساعه انت بتعمل ريفريش للقناه دي بيزيد بال 100,000. يعني لو عملت ريفريش ورحت مثلا عملت كوبايه شاي ورجعت هتلاقيه بيزيد بالمليون. بعدها بشويه لقينا كريستيانو وصل لل 10 مليون سبسكرايب. 10 مليون وهو لسه ما نزلش الفيديو بتاعه احتفال بالدرع بتاع المليون. يعني انت متخيل؟ هو مبدئيا بس هم لحقوا يبعتوا له درع المليون امتى؟ اصل انت لو عندك مقر اليوتيوب اللي هو اكيد مش في السعوديه، انه قاعد في السعوديه، انه عنده ماتش دلوقتي. لو انت قاعد بقى في يعني المقر بتاع اليوتيوب نفسه في السعوديه، مش هيلحق يتبعت له. يعني ده وصل للمليون بعدها بنص ساعه كان بيحتفل الباشا، بعدها بنص ساعه كان الدرع يعني انت اتبعت له ازاي؟ لو اتبعتت له بهليكوبتر هتوصل ابطا من كده شويه، فانا مش متخيل ازاي اتبعتت له بالسرعه دي. طبعا هنقول ده كريستيانو رونالدو اتبعتت له بصاروخ فضائي ارض جو اف 16 مخصوص على بيتهم اللي في السعوديه. المهم بقى نمنا صحينا لقينا واصل 20 مليون. 20 مليون في اقل من يوم، اقل من يوم بالظبط. مستر بيست اللي هو اكتر واحد عنده فولورز على اليوتيوب وصل ل 311 مليون فولورز دلوقتي. مستر بيست بقى ده قايل ايه؟ قايل ان ما اعتقدش ان في اي اكونت في تاريخ اليوتيوب ممكن يوصل ل 20 مليون فولورز في اقل من شهر. يعني لازم يعدي شهر، ده بالنسبه له هو، ودي بالنسبه له ده انجاز بقى. يجي كريستيانو بعدها على طول عشان يوصل ل 20 مليون فولورز في اقل من 24 ساعه. في اقل من 24 ساعه. ودلوقتي تقريبا انا بصراحه مش عارف، يعني انا دلوقتي لو قلت ان كريستيانو وصل مثلا ل 22 23 مليون هلاقي الناس بتكتب لي في الكومنتات يا عم لا ده وصل 25. اقول طب هو دلوقتي، طب نعتبر هو لسه ما كملهمش، بس خلينا نقول ان هو دلوقتي وصل ل 25 مليون. 25 مليون سبسكرايب واحنا ما نكمل، يعني مثلا ايه في 26 ساعه 27 ساعه كده، يعني اللي هو بيسخن. بس الناحيه الثانيه بقى لازم اجيب لك سيره عدو اللدود ميسي. دي خناقه هتبقى بقى بين الحمادنه والعبابسه جامده جدا، بس لازم اقولها. اصل في ناس بتقول ان البيدج بتاعت اليوتيوب بتاعت ميسي دي مش بيدجه الرسميه ودي الفان بيدج، لا هي بيدجه الرسميه وميسي عاملها من 13 سنه، يعني تقريبا من 2011. من 2000 انت متخيل؟ من 2011 ميسي عنده كام سبسكرايب بقى؟ تقريبا قول يا عم هكرمه، عنده 2.5 مليون في 13 سنه. كريستيانو بقى عنده في اقل من يوم، او قول يا عم يوم ونص، 25 مليون. انت متخيل فرق التاثير، فرق الحجم؟ هتيجي تقول لي بقى اصل معلش يعني اصل كريستيانو اعلن وميسي ما اعلنش. فاهم يعني الناس مش عارفه ان ميسي عنده؟ يعني انت خلاص اتعرف اهو، بعد ما اتعرف ايه اللي حصل. ميسي يوصل كام؟ 3 مليون، كريستيانو هيبقى قدامه 30 مليون. فهي مالهاش علاقه. انت فعلا تاثير كريستيانو رونالدو مقارنه بتاثير ميسي اجمد بكتير بمراحل، باضعاف الاضعاف. عايز اقول لك بقى ان الحاجه المضحكه ان كريستيانو دلوقتي اتحط في موضع منافسه مع مستر بيست من غير ما يعمل حاجه. هو الراجل طلع وقال انا عملت قناه على اليوتيوب، دلوقتي وصل ل 25 مليون تقريبا في يوم ولا في يوم وشويه. دلوقتي بقى الناس كلها بتطالبه ان انت لازم تعدي مستر بيست. ما هو ما ينفعش يكون حد معديك. مستر بيست اللي عنده 300 وحاجه مليون سبسكرايب، كريستيانو لسه بادئ، لسه عامل القناه امبارح. لا احنا عايزينك تبقى اول واحد. طب كريستيانو اصلا مش يوتيوبر، مش بينزل محتوى، يعني مش بيعمل زي مستر بيست بقى هو ما عندوش كونتنت كريستيانو. لا ماليش دعوه، احنا عايزينك بقى تبقى اكتر من 300 بتوع مستر بيست. ما تعرفش ازاي. المهم بقى بما ان كريستيانو رونالدو بقى يوتيوبر زميل دلوقتي، فانا بحط ايدي في ايد الناس دي كلها واقول لك احنا عايزينك تعدي مستر بيست. اعمل محتوى، ما اعرفش بقى يوميات ابو جونيور مع جورجينيا وانت بتعمل فيها مقالب، انا ماليش دعوه، المهم تعدي مستر بيست. يا جماعه اللي واخد الموضوع ده هزار، لا هو مش هزار خالص. يعني في حاجه اسمها خوارزميات يوتيوب، في حاجه اسمها فيديو بتفايرل، فيديو بيضرب، فيديو مش عارف ايه. فاللي فيديو عنده بيضرب مثلا تلاقيه بيزيد بال1000 فولو، 2000 فولو.
يا جماعه كريستيانو دمر كل قوانين اليوتيوب، دمر الخوارزميات. مش انت عايز خوارزميات وهاشتاجات، انا ما عنديش الكلام ده. كريستيانو عمل بس التشانل جاب الملايين. كريستيانو فعلا انت عارف مجهود سنين لناس توصل ل 150,000 200,000 سبسكرايب كده بقوا مبسوطين. يعني ده مجهود بقى وتعب كريستيانو يا باشا قال لك حاسب كده انا فشخت الواقع. انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين ولا انا؟ كريستيانو انا دخلت هنا 25 مليون عشان فتح كلام بس بجد. يعني اللي كريستيانو بيتعمله ده ما بيتعملش بجد. ما فيش بني ادم في الدنيا ممكن مش يعمل اللي كريستيانو بيعمله، يعمل نص ربع تمن خمس عشر كده اللي كريستيانو بيعمله، اللي هو يخش اليوتيوب يعمل الضجه ويجي له الملايين دي كلها. كريستيانو رونالدو في كوكب الارض باللي هو بيعمله ده واحد بس. مفيش شخصيه مؤثره، مفيش شخصيه ليها حب وتاثير وقدوه ومثل اعلى زي كريستيانو رونالدو على مدار التاريخ. زي ما قلت لك قبل كده ده لاعب كوره، يعني مش المفروض ومش المطلوب منه ان هو يكون مؤثر قوي بالطريقه دي. لاعب كوره يحصل معاه كل ده، فده انجاز ما اعتقدش، انا متاكد ان هو مستحيل يحصل تاني. طبعا ما تعرفش يعني عقبال ما انزل الفيديو ده ممكن تلاقي كريستيانو وصل ل 50 مليون سبسكرايب ولا حاجه. والله مش صعب عليه يعمل اي حاجه.